السلام عليكم ورحمة الله. نشكر الحضور الكريم على هذه الندوة وعلى الحضور ديالهم لهذه الندوة اللي جات في واحد الظروف اللي جات مع المقابلة ديال الوداد الفاسي اللي سواء كنتمنوا له حظ موفق في المسيرة ديالو ديال هذه السنة. بقى فريق المدينة هو أيضا. شكرا. نشكر السي دافيد على الكلمه ديالو وعلى كل ما يقوم في تكوين في فريق المغرب الفاسي اللي كيف ما بقيناش كنلاحظ للاسف لاعبين ديال فريق المغرب الفاسي في المنتخب الوطني، وراه متاكد بان ما يقوم ما قام به هذا دون ان طون اونكور، لانه تمكن انه يعني يوجد واحد الفريق تنافسي لانه يوصل حتى يوصل الى النهائي كاس العالم ديال سبوريتود اللي كنعرفوا راه واجهوا المنتخب ديال السعوديه اللي فازوا عليه في نصف النهائي اللي هو الوصيف ديال اسيا. كاين شي كلاس عندنا فينال ديال لا كوب دازي اون تيرم دي سا كاتيجوري ماشي سبوريتود، وربحنا اون كارت فينال لاكاديمي اسباير اللي كنعرفوا كنطور واحد البيجي واقيلا ديال الفرق الوطنيه كلها غير فريق المغرب الفاسي. اذا هنيئا للسي زكريا وعلى سي دافيد وعلى كل على سورتو السي زواج اللي للاسف سمحنا بان نلتحق بمدينه الرباط لمهمه اخرى اللي كنظن انه هو يعني واحد on a perdu un grand homme. Voilà. Et en espérant bon courage et بصحة دائما يكون يعني كنشكروه على كل ما قام به، حيت كان واحد الشخص اللي قام بالكثير اللي هو توفير الترونسبور، توفير ثانوية ثلاث الماء للسكن، الاكل ديال الدراري. هادشي ماشي سهل، يتطلب من اموال كثيره، وكنظن كان يعني واحد ليليمون تري تري امبورطون باش حققنا هذا النهائي ديال سبوريتود. وكان أريد أن أعيد الشكر على ما قدمه لمدينة فاس ولفريق المغرب الفاسي. بسم الله الرحمن الرحيم. أود في البداية أن أرحب بالسادة والسيدات وسائل الإعلام المحلي الوطني الذين أقول لهم كل الاحترام والتقدير على مجهوداتهم ومواكبتهم للنادي المغربي الرياضي الفاسي. أيها الحضور الكريم، قبل الدخول في صلب الموضوع الذي من أجله تعاقدنا هذه الندوة، أتوجه بالشكر الجزيل للسلطات الأمنية، السلطات المحلية والمجالس المنتخبة وكل من ساند الفريق من قريب ومن بعيد. أيها الحضور الكريم، تحمل مسؤولية تدبير شؤون فريق المغرب الفاسي في الجمع العام الغير العادي تاريخ 9 يونيو 2019 على أساس أهداف محددة تتجلى في تحقيق العودة السريعة إلى المكانة الأصلية للفريق، ثم بناء فريق تنافسي وتحقيق مشروع أكاديمية المغرب الفاسي. قد حققنا معظم ما جئنا من أجله، يعني 90% ولا 95% ديال هذا الشيء اللي اتفقنا عليه نقدموه في 2019 كان تحقق على كنظن الوباء اللي دابا ما نقدروش ندخلوا في لوبجيكتيف ولا لي زانكومي ولا لي زوبستاكل. الحمد لله حققنا العوده السريعه الى البطوله الاحترافيه فيها في قسمها الاول رغم كل الظروف والمعاناه التي واجهنا عليها الفريق، وهي معاناه ماديه بالدرجه الاولى كما يعلمها الجميع، يعني إرث واردناه عن المكاتب السابقة بدون تكلف على الوباء الذي كلف الفريق أكثر من 10 مليون ديال الدرهم باش نخلصوا اللعيبية، نخلصوا عليهم لي زوتيل ديالهم فين كانوا جالسين دون اللعب. عاد لي تيست الكوفيد اللي كانوا يعني وصلنا كنظن 200,000 درهم، يعني غير هاد لي تيست ديال الكوفيد اللي كانوا في واحد الوقت هذا راه واقع. هادو راهم اموال اللي كنعرفوا راهم اللي كيفون لي بولور لي مالور في كرة القدم. تمكنا كذلك
لتطعيم الفريق بلاعبين مميزين حسب شهادة معظم الأطر التقنية الوطنية خلال الأربع المواسم الماضية. كنعرفوا الحمد لله سنة الصعود كان واحد الفريق تنافسي وحقق المبتغى وكان حقق الصعود. كما كنعرفوا بداية السنة الماضية كنظن أحد إطار الأطر الوطنية اللي تكلم عن فريق المغرب الفاسي من حارس المرمى إلى مهاجم جزائري كان من أفضل الفرق في البطولة الوطنية من ناحية التركيبة البشرية، وهذا الشيء بشهادة جميع الأطر التي وهذه ماشي الاختصاص ديالي. كنعرفوا العام اللي داز تم الإشراف على انتدابات السي مصطفى الخلفي حتى آخر لاعب حتى التحق بفريق الوداد البيضاوي. قبل ذلك كان هو اللي كيشرف على جميع الانتدابات ديال فريق المغرب الفاسي، والحمد لله لدينا يعني حجاج على ذلك. استطعنا إخراج مشروع أكاديمية المغرب الرياضي الفاسي إلى أرض الواقع، وذلك باغتنام بقعة أرضية مساحتها 6 هكتارات من أجل تثبيت وتحقيق هذا المشروع الذي ظل مجرد حلم لسنوات. كاينين بعض الاشخاص الذين مازال يظنون انه راه مازال حلم، اذا نفيقوا بالحلم ونعرفوا بان هذا اليوم راه واقع، ما بقاش حلم. اليوم فريق المغرب الفاسي اقتنى الارض، لو تيتر فونسي راه واضح والحمد لله لي بلون راهم واضحين، وكنظن بان تم الترخيص كاريمون ديال المشروع بعد واحد جلسه العمل بين الناس ديال الوكاله العقاريه والسي دافيد اللي كنشكروه على المجهودات التي قام بها باش يخرج هذا المشروع يعني لارض الواقع. تنتمنى ان اليوم السيد رئيس الجهه يعني يحرص على ان لا كونفونسيون مع الجامعه انها تصنع في اقرب وقت، لحيت مدينه فاس لحد الساعه لن تستطيع استضافه كاس افريقيا اذا ما كانش عندها 5 ملاعب عشب طبيعي. بناء اكاديميه المغرب الفاسي. اما بالنسبه للتكوين فقد جلبنا مدير تقني جديد في شخص السيد دافيد بولونجي من اجل تصحيح وتقويم الوضع الذي عاشته مدرسه المغرب الفاسي في السنوات الاخيره. كنعرفوا واحد الكلمه راه ما نهضرش عليها السي بولونجي، انا السنه الاولى اللي جيت لوبجيكتيف كان واضح، الله يخليكم خلصوا راسكم سامبل في اليوم فريق المغرب الفاسي السنه الماضيه دخل 1,100,000 درهم ديال التكوين. كنظن ما عمرها في التاريخ المغرب الفاسي دخلت الدراسه ديالو 1,100,000 درهم. اليوم بعد اسبوعين رحنا ديجا وصلنا 500,000 درهم، وهذه ارقام جد مشجعه واللي كيبين المعقول واللي كيبين العمل الجدي الذي يقوم به السي بولونجي مشكور. استطعنا اخراج مشروع اكاديميه المغرب الفاسي. قمنا ايضا بخطوه جد مهمه تخص برنامج رياضه ودراسه الذي تكلم عنه السي بولونجي رفقه السيد مدير الاكاديميه الجهويه التربيه الوطنيه والتكوين في اطار تنسيق هادف وواضح. فلم نسمح لاي ممارس يرتدي قميص المغرب الفاسي ان يهمل دراسته او ينقطع عنها، والنتيجه يعرفها الجميع. فقد شكل ابناء المدرسه العمود الفقري للمنتخب الوطني المدرسي الذي حقق لقب وصيف بطل العالم خلال هذه السنه، وكان قريبا من تحقيق اللقب. هذا الشيء عاوتاني ترجع واحد لا سيليكسيون اللي كانت كل شفافيه، اللي الحمد لله عطات لاعبين مميزين والاغلبيه فيهم راهم يعني غيكونوا غدا لاعبين ديال فريق المغرب الفاسي بدون استثناء. اللي كيف لاحظنا في ال3 سنوات الاولى لن نجد اي لاعب التحق بالفريق الاول. اليوم الحمد لله واحد العمل جدي، واحد العمل يعني كل شفافيه الحمد لله. اليوم هاد اللاعبين ممكن لهم انهم يكونوا دايوغ كاين اللاعب الاول ديال زكريا اللاوي اللي هو متواجد. احنا ان شاء الله الهدف ديالنا هو حارس المرمى دياز مرتبه حارس المرمى المنتخب اللي غيشارك في كاس العالم، ولكن قرار اخر كيرجع المحترف ديال المنتخب الوطني تحت 17 سنه اللي كنهنئوا. اذا
نتمنى واحد الموفق للسي وليد الوردي في المسير ديالو سواء مع الفريق المغربي الفاسي او مع المنتخب، ولكن اللي انا شخصيا هذا انجاز وكنشكره على يعني التفاهم ديالو رغم يعني اتصالات من عده فرق وطنيه. الحمد لله السي وليد الوردي احترم قميص المغرب الفاسي ورغم اليوم متواجد ضمن فئه U17 يكون يعني في حراسه المرمى ديال ليكيب بروميير ديال المغرب الفاسي، الا ما غيكونش افضل الا ما كانش افضل حارس في المغرب في هذه الفئه ديالو. ايها الحضور الكريم، اخبركم ان فريق المغرب الفاسي وحتى يكون جاهزا هذا الموسم فقد ضخ عائله الجامع ما يزيد عن 20 مليون درهم لتصفيه كل النزاعات والانتدابات. عدد منهم من اللاعبين تم التعاقد مع الاطار الوطني المقتدر ابن الدار طريق سكيتيوي. كنعرفوا طريق فوجا عنده الحاجيات ديالو، عنده لاعبين اللي كان طالب بهم الحمد لله بجهودات كبيره. الذي حنا اليوم الى من 30/6 الى اليوم شهر، اليوم حنا ابواب شهر اكتوبر، لم تدخل الى خزينه المعاص والله 200,000 درهم ديال المشوار اللي هي يعني ديستيني على الفورماسيون با على بريمير ايكيب. اذا à 0 درهم نوزافون درنا واحد الفريق متنافس، مدرب متنافس الذي هو عنده يعني الوضعيه عنده القيمه ديالو، ولكن ايضا عنده الثمن ديالو. ما يمكنش طريق كيجي واحد بروجي سبورتيف اللي هو كيف تكلم عده ندوات صحفيه هو ديال 3 سنوات. كنتمنى له واحد موفق، وكنتمنى يعني ان المدينه تكون وراه جهد. اليوم باش يجي لنا مدرب انه يجي يشوف النتائج نتسناو، هذا كان له يعني الصلاحيه الكامله انه ينتدب اللاعبين اللي بغاو، رغم بعض اللاعبين جاوا باثمنه كبيره واللي كنعرفوا امكانيات الفريق المغربي الفاسي ما كتسمحش لهذوك اللاعبين باش يجيو الفريق المغربي الفاسي. مثل اللاعب اللي جا من مدينه جديده اللي دفع واحد 2 مليون ديال الدرهم، ولاعبين اخرين الذي رضا التكناوتي، ذو لاعبين ما كيجيوش اوزار. الشكل ديالو راه ما غاديش يجي هذا اللاعب، نكونوا واضحين في هذه الامور، ما تجي راه كنظن ماشي مفاجاه. وعلى الرغم من هذه هذه الامور الايجابيه، الا انني اجد نفسي مجبرا على تحمل اخطاء تسيير في السنوات السابقه باداء ملفات النزاعات في الفيفا ودفع المستحقات الماليه لاشخاص تعاملوا مع الماس قبل سنوات طويله، وكذلك الغاء الحجز على ممتلكات الفريق بسبب ملف يعود لسنه 2016 اللي ما كنتش فيها رئيسنا. هادشي راه كيعلم به الجميع وكيعرفوا ذاك الملف بالضبط، لانه الملف كان مغلى عليه، اللي حنا جينا نهار الاول لقينا حجوزات على كل ما هو اسمه الماس. طبعا من لا يؤمن لا يخطأ، والعمل في مجال التسيير الرياضي في المغرب مليء بالالغام واحداث النجاح، وقرر هناك الكثير من احداث النجاح الذي حاربوا هذا المشروع. لكن في مدينه فاس هناك خصوصيات غريبه اساسها الشك والنقد الإدام لأي رئيس يتولى مهمة رئاسة الماس ومحاربته بدون أسباب مقنعة. لماذا نحارب شخص يجيب الأموال ديالو باش أنه بإعطاء فريق وإخلاق خلق فريق تنافسي؟ ما عنديش نعاود نتكلم على هذا الموضوع بكثير، ولكن اللي واقعي هو أن فريق لازم ليه أموال واحد اليومي منين الارقام كلها كيخسر الانتاج الماء لي كونسونطراسيون اللي تتجاوزوا على 1.5 مليون ديال الدرهم هذه السنه، باش ان الفريق يكون واجد وجاهز ل يعني التنافس في البطوله اللي كنعرفوا هناك فرق لهم امكانيات كبيره علينا. الحمد لله دائما كنا حاضرين وكنا متواجدين
اعطاء سي طريق سكيتيوي لي ميور كونديسيون باش انه يقدر يترينيهم باللاعبين ويحضرهم للمقابلات. وللاسف يعني اسماعيل الجامعي كباقي رؤساء المغرب الفاسد كان له هذا النصيب من هذه الانتقادات الحاده التي تجاوزت الحدود في الكثير من الاحيان، رغم ما قدمته من اموال طائله لانقاذ الفريق. وكلما اردنا ابعاد الفساد من المحيط الفريق الا ويزداد العداء والهجوم بشكل كبير على عائله الجامعي. وهذا يؤكد أن الجامعي قد استفز من اعتادوا على الاستفادة من المحيط الفاسد بعد أن قمت بإجراءات لا يقوم بها أي رئيس سابق. الموضوع راه معروف، وهناك خبايا ربما لا يعرفها الكثير منكم وتتعلق بالكلو الذي لا يستفيد الفريق من مداخله منذ سنوات، مع العلم أن اقتطاعات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا سينيسيس تتم تحت اسم المغرب الرياضي الفاسد. شاغلين في الكلوب لم يكن لهم أي صفة باش يشتغلوا في المغرب الفاسد كيديكلاروا في لا سينيسيس لمدة سنين طويلة. بوان انتيروغاسيون، علامة استفهام كبيرة. وموضوع الضريبة لنا الرجوع فيه في الجمع العام. بكل صراحة لا يمكنني الاستمرار من الآن على رأس جمعية المغرب الرياضي الفاسد، وأعلن عن تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير الفريق إلى حدود انعقاد الجمع العام. كما أخبركم أنني لن أقدم ترشيحي خلال الجمع العام المقبل نظرا للظروف العمل التي تجبرني أن أكون بعيدا عن مدينة فاس لمدة طويلة. وواعيا مني بأن تسيير الفريق ينبغي أن يكون من أبناء المدينة القادرين منها، واترك لهم ذلك. اللجنة سيترأسها السيد عبد السلام الزاز، فهو المخاطب المباشر ابتداء من نهاية هذه الندوة. من جهة أخرى أصرح أن الشركة ستبقى مستمرة على شكلها الحالي وستعمل على مواصلة إتمام كل الأوراق المفتوحة. واحد البتيت بارونتيز، سي لا بون فوا كون كونتينيو هاد لا سوسيتي دون لاكل الحمد لله عندنا الشركات ديالنا مربحه الحمد لله، ماشي شركات المغرب الفاسد اللي غادي تربحنا او لا غادي تعطينا شي مزيد من اي شيء. الشركه خصها اموال، هاد الاموال ديال المستثمرين وشركات تا هما ومؤسسات تا هما الذي هاد الاموال راه ديالهم فيزافي ديال لي زامبو. هاد الشركات هادو راه خصو يعني الحسابات ديالهم يكونوا مضبوطه. وعلى رأسها أكاديمية الأوراش، وعلى رأس هذه الأوراش المفتوحة هي الأكاديمي ديال فريق المغرب الفاسد الذي 4 سنوات ديال العمل اللي كنعرفوا فريق المغرب الفاسد. كان النهار اللي خديناه كانت عنده واحد الأرض وهمية ديال 3 هكتارات اللي بعيدة على مدينة فاس، كنمشي 10 حتى 15 كيلومتر، اللي ليس أظن هي بقعة صالحة لأكاديمية المغرب الفاسد وما كتمثلش فريق المغرب الفاسد اللي كان خصنا نقسموها حنا والوداد الفاسد. ما غاديش نقدر نشوف أكاديمية الماس بقيمة فريق المغرب الفاسد تكون قاسمة يعني كيرانات مع فريق الوداد الفاسد. كنظن بأن فريق المغرب الفاسد يستاهل أكثر من هادشي. ويبقى فريق المغرب الرياضي الفاسد في قلوبنا، ونتمنى أن يحافظ على مركزه ويستمر في التنقل وللتفوق والتقديم كما عودنا كفريق عريق. والله المستعان. وستظل عائلة الجامعي وعائلات أخرى مساندة للماس كل ما دعت الضرورة. عائلة الجامعي الحمد لله كتعاون فريق المغرب الفاسد من سنة 1965
اليوم نقول 60 سنة دائما وراء فريق، سنظل مساندين له عكس ما جرى في هذه الأربع سنوات الماضية. الحمد لله كل شيء كيعرف الكونت ديال فريق المغرب الفاسي، وسنوضح بهذه الأشياء عاوتاني يعني في الجمع العام. كنا كنلاحظوا في التقرير المادي ديال الجموع العامة السابقة قبل التحاقي كرئيس فريق المغرب الفاسي، عائلة الجمعي دائما حاضرة بأموال تدخرها في خزينة الماس بدون مقابل، والحمد لله. وفي الختام أتوجه مرة أخرى بالشكر الجزيل لجميع الملكية المغربية لكرة القدم في شخص رئيسها السيد فوزي القجع، وإلى السلطات المحلية والهيئات المنتخبة والشركات المحتضنة والمستشيرين على الدعم المادي الذي يقدمونه للفريق. كما لا يفوتني أن أقدم شكري وإتمناني لكل رجال ونساء الإعلام على الدعم القوي والمواكبة البناءة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه خير فريق المغرب الرياضي الفاسي، والله للتوفيق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا.